بس ما كانش له داعي يا استاذ عتريس تكلف نفسك وتجيب جاتوه. ده اقل واجب يا عمي، حاجه مش قد المقام يعني. عموما انت كده كده هتاخده معاك وانت مروح. طب ليه كده يا عمي؟ عشان ما تأثرش على قراري، ويا ريت بلاش كلمة عم دي كمان. امال اقول لك يا طنط؟ لا بس خلي لغة حوارنا اكتر رسمية من كده. طب ليه يعني؟ احنا داخلين على جواز ونسب والحاجات دي محتاجه وديه. ما هو ده هيتوقف على اجتيازك للانترفيو اللي هنعمله دلوقتي. اجتيازي للايه يا بركه؟ الانترفيو يا عتريس، الانترفيو يا حبيبي. هو انا بتقدم لوظيفه؟ لا بتتقدم لبنتي، عايز تاخد اغلى كنز في حياتي، تفتكر عادي كده اديه لاي حد معدي بعلبة جاتوه؟ انت بتألف في الجواز يا عمي، هو الجواز ناس حوارات. ولو قلت يا عم دي تاني هننهي الانترفيو وهقول لك جود لك يا عتريس. لا يا فندم انا اسف، اتفضل ابدأ الانترفيو. قدامك 30 ثانية يا عتريس، بيع لي فيهم نفسك. ابيع لك نفسي ازاي يا حاج؟ العبودية اتلغت من سنة 26، انت محدش قالك؟ بيع لي نفسك يعني كلمنا عن مميزاتك يا استاذ، قول لي انا ليه ممكن اوافق تبقى جوز بنتي الجوهرة المكنونة. انا طيب وجدع وكريم وقدس الحياة الزوجية. انت جايب لي اجابات جاهزة يا عتريس؟ ويعني ايه تقدس الحياة الزوجية دي اصلا؟ انت بتعبد النيش؟ ما هو الجو كله غريب عليا اصلا مع موسيقى الاندرتيكر دي، وحضرتك كمان مهدي النور، فانا مش عارف ده انترفيو ولا تحقيق معاه في المخابرات ولا ايه. انا مقدر ده، تمام. ندخل على السؤال اللي بعده. ربنا يسترها. شايف نفسك فين بعد 5 سنين يا عتريس؟ الله اعلم يا حاج، اصل احنا مش محتاجين نكفر يعني، دي حاجة في علم الغيب. انا عايز اشوف طموحك واصل لحد فين. طموحي واصل لفين ازاي يعني؟ واصل لحد الجونة كده حلو. جاوب على سؤالي لو سمحت. تمام انا فهمت دماغك، شايف نفسي مع بنتك في فيلتنا اللي في القطامية. انت عندك فيلا في القطامية؟ بعد 5 سنين هيكون عندي. معاك لغات يا عتريس؟ طبعا انا بجيد لغة الصمت. هتفهم بنتي من غير ما تتكلم؟ من غير ما تفتح بق امها. لو كانت نازلة من الشقة وهي بتصلي وفجأة علت صوتها وقالت الله اكبر، تفتكر قصدها ايه يا عتريس؟ خد الزبالة معاك وانت نازل. ولو طولت فيها اكتر تبقى عايزة ايه؟ تقدر تقول لي؟ سيب لي فلوس الايجار تحت ريموت التلفزيون عشان صاحب البيت طالبني بيهم 4 مرات. برافو يا عتريس برافو. كمل يا اداره. بتعتبر باسورد موبايلك ايه يا عتريس؟ يعني ايه باسورد؟ يعني كلمة سر يا كتكوت. مفيش بينا اسرار ولا باسوردات يا حمايه. طب وموبايلها هي؟ منطقه محرمه محظوره عليا. بس دي هتبقى مراتك. ايوه بس عندها اسرارها. هتسمح لنا نزوركم في البيت بعد الجواز كتير؟ انا معترض على السؤال ده. عشان ده بيت بنتوكي يعني بيتكم، وانا مجرد ضيف فيه، ويا رب اكون ضيف خفيف. هتبقى مشغولة معانا ويمكن ما تعرفش تعمل لنا غدا. هعمل لكم انا الغدا، ده بيتكم وانا مجرد سفراجي فيه، ويا ريت اكون سفراجي لطيف. يا خسارة، بعد السهرة الحلوة دي هتضطر تغسل المواعين. محدش هيغسل المواعين دي غيري. برافو عليك يا عتريس، اجاباتك نموذجية. بس ده كله كدب، انا كنت عايز اثبت لك بس ان اهم فنون الماركتينج انك تبيع الوهم للعميل، ونسيت اقول لك اني بشتغل موظف تسويق. مبسوط جدا اني اتعرفت على حد فاهم زيك، بس للأسف انت مرفوض، انت مرفوض يا عتريس. ليه؟ مع اني نجحت في الانترفيو. مرفوض من قبل الانترفيو. انا بعمل دعاية سلبية لبنتي وحابب يتعرف عنها انها بيتقدم لها عرسان كتير وترفضهم، عشان اعلي سعرها واوقع لها عريس لقطة، طيار، بحار، قبطان. انا كمان نسيت اقول لك صحيح، انا بشتغل مدير تسويق. اشرب العصير يا عتريس يا ابو شعر كنيش وسمعني جمال خطوتك.